متابعيني ازيكم؟ النهاردة هنعمل مع بعض أكلة جميلة جدا مصرية جدا سهلة، تنفع في الغداء وكمان تنفع في العشاء. هعمل لكم النهاردة العجة ديت أكلة مصرية كلنا عارفينها. النهاردة هعملها لكم بشكل حلو جدا وسريع جدا جدا. أول حاجة عندك بقى بصلة حلوة كبيرة كده، هاتيها وقطعيها، نحطوها بقى في الطاسة، حط عليها الملح، حط شوية فلفل، حط كمون، ونقلب لغاية ما تبقى كده لونها جاي على لون الأصفر. شايفين؟ هنحضر بقى الناحية التانية شوية حاجات تانية. ايه هي؟ طماطم وفلفل أخضر، ولو عندك فلفل ألوان برضو مفيش مشكلة، حطي كل الخضار اللي عندك لو عايز، بس قطعيه صغير. هنقلب بالشكل ده كده على بعض، وبهريها حلوة قوي قوي بأي توابل عندك اللي موجود. هنجيب بقى بولة ونحط فيها يجي مثلا 4 5 بيضات، وهنحط عليهم 3 معالق من الزيت او معلقة كفاية، اللي مش عايز يحط زيت كتير. الفلفل بيكنج باودر نص معلقة، والملح، وشوية كده فلفل اسود، وحبة بهارات لحمة اي حاجة، وتعالي نقلب. قلبنا كويس جدا، ادتني اللون الحلو ده. هضيف بقى ادي معلقة 2 3 4 من الدقيق. هنقلب مع بعض كده لغاية ما الدقيق يمتزج كويس جدا بالسوائل اللي موجودة. حلو جدا. هنحط ايه بقى؟ الكزبرة، لو عندك شبت، لو عندك بقدونس، هتحطي كله ده على بعض وهتقلبي، وهو ده اللي هيديها الريحة الحلوة والنكهة الجميلة. في ناس كتيرة ممكن تحط عليها شوية من اللحمة المفرومة، بس أنا حابة إن هي تبقى كده خفيفة وسلسة. هنحط شوية لبن، هتبقى بالمنظر الحلو اللي احنا شايفينه ده. شايفين أنا عملت إيه على جنب؟ والناحية التانية كنا حاطين إيه؟ فاكرين؟ حاطين البصل والطماطم والفلفل. هنحط كل ده على بعضه. شايفين عاملة إزاي؟ لو عايزة تحطي شوية باربيكيو حطي، عندك صلصة مفيش مشكلة حطي. هنجيب الطاجن الجميل بتاعنا ده، وهنحط عليه شوية زيت صغيرين، وندهن كل ده، وهنحط على طول العجة بتاعتنا جوه الطاجن. حلو، ويلا بينا نحطها في الفرن. هتطلع احلى. بصوا الجمال، هي اصلا دي انا حطيت شويه كده باربيكيو على الوش. بصوا الجمال، طالعه ملهاش حل، والطعم حكايه. جربوها واعتمدوها في الصيف. الصيف بيحب الاكلات الخفيفه البسيطه. خدوها اعملوها في العشاء، اعملوا الوجبه دي في العشاء، حلوه جدا ولذيذه جدا ومفيده جدا. واشوفكم على خير في وجبات تانية جديده. باي باي.